اجتمع في ريف إدلب ممثلون عن حوالي 50 مجلسا محليا في ريفي سراقب وأبو الظهور، وأعلنوا عن تشكيل هيكل تنظيمي جديد يضم كل هذه المجالس تحت مسمى واحد كنوع من السير نحو عمل مؤسساتي في المناطق المحررة. المزيد في تقرير مراسلنا محمد الفيصل. نعلن عن تشكيل المجلس المحلي الموحد لريف سراقب وأبو الظهور وريفها. بهذه الكلمات يعلن عن ولادة جسم جديد في ريف إدلب، وهو المجلس المحلي الموحد لريف سراقب ومنطقة أبو الظهور وريفها، والذي جاء كخطوة نحو توحيد الجهود لبناء مؤسسات تكون في مستوى حاجة المناطق المحررة وتأمين مستلزمات المواطنين الذين استمد هذا التشكيل شرعيته منهم. نحن بانين أساس هو الناس ذاتهم، وطالعين بإذن الله لتشكيل يمثلهم ويؤمن لهم ما يحتاجونه. مكتب الإغاثة، مكتب الخدمات وإدارة المشاريع، مكتب الصحة، التربية، القانوني، الإعلامي. حضر الاجتماع ممثلون عن حوالي 50 مجلسا محلي، وبالتشاور بين الأعضاء تم تحديد المكاتب بشكل مستقل عن الإدارة العامة للمجلس، وتقسم المكاتب إلى عدة اختصاصات منها الخدمات والإغاثة والصحة وغيرها. وبعد 3 أشهر من إعلان تشكيل المجلس سيتم إعادة التقييم لعمل هذه المكاتب بغية تطويرها وتجاوز سلبياتها. كل قرية شكلت مجلس محلي مفوض بشكل رسمي وموقع من وجهاء في البلدة ومن اللجان الثورية الموجودة، وندب كل مجلس محلي شخص عنه للمشاركة في هذا الاتحاد. 4. تجمع تل الطوغان وتضم. الاجتماع حضره أيضا ممثل عن المجلس المحلي لمدينة سراقب، الذي أبدأ استعداده للتعاون مع التشكيل الجديد، والذي سيسهل عملية التواصل والتنسيق مع الريف، وخاصة في أمور الدعم والخدمات. طبعا نحن مجلسنا المحلي بالاسم هو المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها، فنحن ما بنحسن ندير الريف واسع جدا. كنا نطالب بتحالف الأرياف مع بعضهم حتى يصير عندنا ريف موحد، والحمد لله الخطوة أخيرا وصلنا لها. يعني نحن منا هالشيء يصير، ونحن جاهزين لأي تعاون معهم. يأتي هذا التشكيل حصيلة مجهود طويل لشباب سعوا جاهدين لتشكيله بعد أن رأوا الفشل في الإدارة الفردية، ولم يجدوا أمامهم إلا السعي لتشكيل جسم موحد يكون ضامنا لحقوقهم، وخاصة في تعاملهم مع الجهات الداعمة والمسؤولة عنهم مثل الحكومة المؤقتة وغيرها. نحو عمل مؤسساتي منظم يسعى المجتمعون هنا إلى تشكيل كيان موحد يجمع المجالس المحلية في ريفي سراقب وأبو الظهور. محمد الفيصل، أورينت نيوز، ريف إدلب. وحاضر معنا الآن مراسلنا محمد الفيصل من ريف إدلب. أهلا بك محمد. إذن هيكل تنظيمي جديد للمجلس المحلي في سراقب وأيضا أبو الظهور، آليات عمل هذا المجلس الجديد الآن وما المتوقع منه في إدارته لتلك المناطق؟ نعم هاجر، اجتمعت حوالي 50 قرية من منطقة ريف سراقب وريف أبو الظهور لتشكيل المجلس الموحد لريفي سراقب وأبو الظهور. التشكيل تم منذ يومين تقريبا، تم الإعلان عنه، يشمل حوالي 50 قرية. هو عبارة عن عدة مكاتب كلها اجتمعت لتشكيل هذا الجسم الموحد. طبعا تم كل قرية قامت بانتداب شخص ممثل عنها لهذا التشكيل الذي سيكون نواة هنا لتشكيل المجلس. قد يكون ربما في الأيام على مستوى المحافظة. طبعا ننوه في الفترات السابقة تم تشكيل مثل هذا المجلس في منطقة عقربات في الريف الشمالي لمحافظة إدلب والغربي لمحافظة حلب. تم تشكيل أيضا مجلس مشابه لهذا التشكيل. قد تشهد الفترات المقبلة إذا نجح هذان التشكيلان أيضا أن نشهد تشكيلات جديدة في المجالس المحلية أو المناطق للوصول إلى جسم موحد على مستوى المحافظة بشكل كامل أو المناطق المحررة من محافظة إدلب. للمزيد من التفاصيل سينضم إلي ضيوفي محمد الساهر وهو مدير المكتب الإعلامي لهذا التشكيل، وأيضا أحمد علوش عضو المكتب الخدمي للمجلس الموحد لريف سراقب ومنطقة أبو الظهور. أهلا وسهلا فيكم ضيوفي. أهلا وسهلا فيك أخ محمد الساهر. أهلا وسهلا. أخ محمد، إيش اللي دعاكم لهذا التشكيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية عدم وجود تنسيق في العمل في جميع القرى وخاصة في المناطق المحررة أدى منا إلى تشكيل المجلس الموحد لريف سراقب وأبو الظهور. هذا المجلس مهمته التواصل مع جميع المنظمات الإنسانية والعالمية لتأمين المساعدات للناس وإقامة العدل في المناطق المحررة وإعطاء كل ذي حق حقه. طيب الهيكلية المجلس، في البداية قمنا باجتماع تأسيسي لهذا المجلس. حضر هذا الاجتماع المندوبين عن القرى المشاركة في هذا المجلس. بلغ عدد المشاركين حوالي 50 شخص، عن كل قرية شخص تقريبا. قامت هذا الشخص جاء إلى الاجتماع عن طريق انتدابه من قبل وجهاء القرية، بحيث يكون شخص ممثل عن هذه القرية. قمنا بتشكيل هذا المجلس. كم مكتب بيشمل المجلس؟ نعم، في هذا المجلس هناك 7 مكاتب خدمة ومكتب طبي ومكتب إعلامي ومكتب إغاثة ورئيس مجلس وأمين سر، وهناك مكتب للإدارة يضم هذا المكتب 4 أشخاص يتألف من رئيس المجلس، أمين السر وأعضاء آخرين. طيب ننتقل للأخ أحمد علوش، تفضل عندي سمعت. أهلا وسهلا فيك أخ أحمد. أهلا وسهلا. أخ أحمد، طيب حكى الأستاذ محمد السهر عن عدة مجالس كلها فيها موظفين، هذول كيف راح يكون تأمين رواتبهم؟ أخي الكريم، العاملين في المجلس الموحد هم كادر متطوع، بالجملة هم كادر متطوع يعمل بشكل تطوعي. طبعا لا شك أنه العمل التطوعي في المجلس الموحد له بعض الإيجابيات وله بعض السلبيات، كما العمل التطوعي بشكل عام. طبعا إيجابيات العمل التطوعي الدافع الذاتي لدى الشخص الراغب في العمل. أما العامل السلبي في التطوع في العمل هو عدم القدرة على إلزام الشخص بالعمل، وعدم المقدرة على إجباره بعمل إداري. طيب المجلس لمنطقة ريف سراقب وريف أبو ظهور، مدينة سراقب، مجلس المحلي لمدينة سراقب، وين من هذا التشكيل؟ أخي الكريم، حضر في التشكيل ممثل عن مجلس مدينة سراقب. طبعا مجلس مدينة سراقب كمسمى هو مجلس مدينة سراقب وريفها. لاحظنا إشكالي مجلس مدينة سراقب من السهولة بمكان أو من السهولة له التعامل مع كتلة موحدة بدل من التعامل مع 50 مجلس كل واحد على حدة. طبعا العلاقة بين مجلس سراقب ومجلس ريف سراقب الموحد هي علاقة بالتأكيد هي علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسية. طبعا نحن من ضمن هذا المجلس، مجلس مدينة سراقب، نسعى للتعاون معه لتقديم طبعا الهدف الأساسي من وراء هذا التشكيل تقديم مستوى جيد من الخدمات للمواطنين. طيب المجلس من وين نستمد شرعيته؟ بالتأكيد إن كان المجلس أو أي تشكيل آخر يستمد شرعيته من المواطنين. المجلس هو المجلس الموحد مجلس منتدب من المواطنين أنفسهم. كل مجلس محلي في كل قرية تشكل من المواطنين، والمجالس قامت بتشكيل المجلس الموحد، فيستمد بالتأكيد شرعيته من ناس اللي هن هدف تشكيل مثل المجلس هو تقديم الخدمات لهم. تمام. طيب معلش بنرجع للاستاذ محمد ساهر. استاذ، انتم كمجلس المفروض يعني تحصلوا حق الاهالي او تجيبوا الشيء، كيف راح يكون تعاملكم مع الحكومه المؤقته او الائتلاف او المنظمات بشكل عام، وايش تطلبوا منها؟ هلا نحن راح نطلب من جميع المنظمات الإنسانية والعالمية تأمين المساعدات للقرى المنضمة في هذا التشكيل. بالنسبة للحكومة المؤقتة، طبعا الحكومة المؤقتة إذا كل شخص من هال50 قرية راح لعندها ما راح ترد عليه، بس نحن إذا كنا تكتل واحد راح شخص بيمثل 50 قرية طبعا راح يردوا علينا ونحصل حق الأهالي بإذن الله. طبعا يعني ونكون بعيدين عن التعامل مع أشخاص. سوف نعمل على عدم انه شخص راح جاب مساعدات من منظمه يحتكرها لنفسه. نحن هاي النقطه كثير بدنا نركز عليها، انه عدم احتكار العمل لاي شخص. نحن بدانا بعمل مؤسساتي
ومهمة هذا العمل تأمين المساعدات للناس. إذا عمل مؤسساته بعيدا عن الشخصني كان هدف المجلس الموحد. شكرا كثير أستاذ محمد الساهر، أيضا شكرا لضيفي أحمد علوش. نعم مشاهدينا، إذا كما شاهدنا العمل المؤسساتي والبعد عن موضوع الشخصنة وشخصنة الدعم تحديدا، وسهولة التعامل بين المجالس المحلية والتواصل مع بعضها، والتواصل أيضا مع المجلس المحلي في سراقب، وأيضا التواصل مع الحكومة المؤقتة والمنظمات كان الهدف لهذا التشكيل الجديد. هاجر، أشكرك محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز، كنت معي مباشرة من ريف إدلب.